صاحي ولا طايق نفسي ولا طايق يومي، وربنا يسترها علينا في الشغل النهارده، وربنا يسترها على كل اهلاوي، لان كل اهلاوي النهارده نام زعلان وصاحي زعلان، وفي اللي ما نامش اصلا وقاعد بيفكر ايه اللي حصل دوت وازاي. ولو سألت اي حد كبير صغير طفل راجل ست اي حد، قلت له هل اللي حصل في 2019 ده ممكن يحصل تاني، يقول لك مستحيل. انا مش طالع ولا برر ولا طالع اقول اشعارات ولا طالع اغني عليكم، انا طالع اتكلم كلمتين في حق الشعار دوت، في حق التيشيرت ده. التيشيرت ده الحمد لله بكون فخور وانا لابس التيشيرت دوت عند الخسارة احسن من المكسب. ليه؟ لان النادي دوت والتيشيرت ده والشعار ده فرحني كتير. الشعار ده هو الماضي والحاضر وان شاء الله المستقبل. التيشيرت ده هو الاعظم في الكون واعظم في افريقيا. التيشيرت ده فرق كتير قوي تتمنى تبقى ربع تاريخه مش هيعرفه. ليه؟ لان طول ما موجود النادي الاهلي مفيش حد يبقى موجود معاه. النادي الاهلي دوت ليه حق علينا، لازم نقف وندعمه. هتقول لي اللعيبه، حسب الله ونعم الوكيل في اللعيبه، حسب الله ونعم الوكيل في الاداره، حسب الله ونعم الوكيل في المدير الفني وفي الاشخاص وفي كل واحد اثر في حق النادي الاهلي. يا كابتن محمود الخطيب، لو في مصنع كبير بتاع رجل اعمال ناجح وعايز يحافظ عليه، بيشحم المكن بتاعه وبيطور من الخامات وبيروح يجيب حاجات من بره ويطورها عشان المصنع ده يفضل موجود. انما لو اعتمد على المكن دوت لمدة 10-15 سنة المكن بيصدي. ويا سلام بقى لما يصدي المكن وما يلاقيش اللي يشحمه يطبطب عليه ويقول له كده هيشتغل، دلوقتي هيشتغل. عمره ما هيشتغل معاك طول ما هو صدى، حتى لو شحمته عمره ما هيشتغل معاك. ما تسترخصش في الخامات عشان المكن يطلع وينتج وتحافظ على المصنع. غير كده لو حضرتك مش هتقدر تحافظ على المصنع والانتاج بتاعه وان هو يبقى رقم واحد زي ما احنا متعودين ان المصنع ده رقم واحد وهو النادي الاهلي، فممكن تجيب حضرتك حد بتثق فيه يدير المصنع ويدير النادي الاهلي. لان حرقه الدم اللي اتحرقها جمهور النادي الاهلي محدش في اللعيبه اللي حضرتك بتطبطب عليهم بعد كل خساره وبتقبضهم بالملايين هيحس بيها غير جمهور النادي الاهلي. محدش هيحس بيها غير الجمهور اللي شقيان، الجمهور اللي بيحب النادي الاهلي بدون اي مصالح. كابتن محمود يا خطيب، حضرتك قصرت في حق النادي الاهلي، اللعيبه قصرت في حق النادي الاهلي، لجنه الكره اللي حواليك والناس اللي حضرتك بتجاملها دي لازم ترحل. لجنه الكره اللي حواليك وفي ناس كده حوالين منك داخله بوسايط مش عارف هي موجوده ليه، لازم تمشي. لو عايز فعلا المصنع ينتج والمصنع يقف على رجله من تاني، نلحق نفسينا ونصفي اللي حوالينا. وحسب الله ونعم الوكيل في اي حد يبدي اي شخصيه او اي مصلحه شخصيه على مصلحه النادي الاهلي. وحسب الله ونعم الوكيل في اي حد اهلاوي فرحان في خساره النادي الاهلي او شمتان او طالع فرحان وواثق من نفسه اللي هو انتصر لوجهه نظره في خساره النادي الاهلي. وحسب الله ونعم الوكيل ما تطلعش تبرر لي وتقول لي اصلك مانشستر خسرت 7، اصلك مش عارف السنه اللي فاتت خسرت 5 من ليفربول، اصلك منتخب البرازيل خسر مش عارف ايه. المبررات دي للزملكاويه مش لينا يا جماعه. ايه ده احنا شويه هنطلع بقى نقول سنظل اوفياء والاهلي قادم، هنتزملك. مش احنا اللي نبرر الهزيمه، وحدوا الله. والنادي الاهلي هيفضل بخير، عارفين ليه؟ عشان جمهوره، عشان بنقوله يا رب ملناش غيره. اقسم بالله اقسم بالله جمهور النادي الاهلي ما هيسمح ان النادي الاهلي يقع. جمهور النادي الاهلي مش هيسمح ان النادي الاهلي يخسر بطولات تاني. اقسم بالله جمهور النادي الاهلي اكتر جمهور دعم الاداره واللعيبه. وزي ما قلت امبارح في فيديو امبارح، احنا كنا منقسمين بسبب ادعم لا مش هدعم، ادعم لا مش هدعم، اتقال على ده بيقبض واتقال على ده بيعرس واتقال على ده مش عارف ايه، وفي الاخر كلنا نمنا محروقين الدم امبارح. ربنا يسترها علينا في اللي جاي، وباذن الله اللي جاي خير ان شاء الله باذن الله.